الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين الأفاضل في كل مكان في هذه الحلقة الخاصة. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. وبناء على هذا النهج الرسيخ كان لا بد لنا أن نشد بأيادي بعضنا البعض وأن نتكاتف مع بعضنا البعض، وخصوصا في مثل هذه الأوقات، أوقات الابتلاءات والمصائب، ومواساة الفقراء والمساكين والمحتاجين بالمال من أهم أشكال الأخوة وأوفى صلات الترابط الإسلامي. وهنا لا بد لنا أن نشير للجهود التي تقوم بها منظمة كبيرية تراست، حيث تجسد هذا المثال الحي للترابط والأخوة لما يقومون به من جهود في معاونة إخواننا الإريتريين. وللحديث عن ذلك يسرنا ويسعدنا أن نستضيف في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد عبد الله الداعية الإريتري المعروف. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. بارك حياك الله. بالإضافة إلى الأستاذ محمد موسى أبو ياسر مدير منظمة كبيرية تراست. ومرحبا بك. الله يحييك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. بادئ بدء الشيخ محمد، كيف لنا بعد أن ذكرنا أن المؤمنون إخوة أن نجسد هذه القيمة العظيمة بين بعضنا كمسلمين عامة وكإريتريين بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الدين الإسلامي لم يقم فقط على العقيدة الإسلامية فقط، بل اهتم بالمجتمع الإسلامي اهتماما بالغا، لأنه لا يمكن أن تقوم للإسلام قائمة دون أن يكون هناك اهتمام بأفراد المجتمع وبالمجتمع ككل. فبنية المجتمع لا تكتمل ولا تقوى ولا ترسخ إلا بالاهتمام بهذا المجتمع الذي هو سيحمل منهج الإسلام وينشره. فلذلك الله جل وعلا حض على التعاون بين المؤمنين، حض على مساعدة بعضهم البعض، حض أيضا على المحبة فيما بين المؤمنين، وكذلك حث الإسلام بشكل كبير أن يتعاون المؤمنون فيما بينهم بالنهوض ببعضهم البعض. ولذلك ستجد أن المجتمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر مجتمع متكامل من جميع الأطراف ومن جميع الوجوه. فإذا أردتهم مجاهدين ستراهم في ساحة الوغى، وإذا أردتهم مسعفين ستجدهم كذلك، وإذا أردتهم معلمين ستجدهم كذلك، وإذا أردتهم في التعاون لن تجد مجتمعا يتعاون فيما بينه مثل هذا المجتمع النبيل العظيم. لذلك يسمي بعض الدعاة هذا المجتمع يسميه المجتمع الفريد أو الجيل الفريد. نحن الآن في صدد منظمة كبيري التي لها جهود عظيمة في مناطق اللاجئين في السودان لمساعدة إخواننا الإريتريين الذين طال بهم أمد التشرد، وللأسف طال بهم أمد التشرد إلى الآن قد يصل إلى تقريبا 40 سنة. صحيح. فهؤلاء من لهم؟ طبعا لهم الله سبحانه وتعالى، ولكن أين نحن من هؤلاء؟ فلذلك جمعية كبيري وغيرها من الجمعيات هي السبيل لمساعدة إخواننا في هذه المناطق. الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: مثل المؤمنين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حث على الصدقة وحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. الآن نحن كمجتمع إريتري يعيش في الشتات،
في أوروبا، في أمريكا، في الخليج، هنا في تركيا، في كافة أنحاء العالم. الله جل وعلا امتن علينا بالمعيشة الطيبة. فما هو دورنا تجاه هؤلاء الذين ينتظرون مد يد العون في كل حين وفي كل وقت؟ على أقل تقدير في مثل هذه الأوقات المباركة التي ينتظرها المسلمون كافة، اللي هو شهر رمضان المبارك، فلا أقل من أن نمد يد العون في هذا الوقت حتى يستطيعوا أن يقوموا بهذه الشعيرة العظيمة وهم في طمأنينة وفي هدوء وفي راحة بال. لأنه على الأقل يعني الواحد سيصوم في النهار فيحتاج إلى ما يأكله في الليل حتى يستطيع أن يقوم بشعائر الله جل وعلا من قيام ومن صيام وما شابه ذلك. فلذلك نحن هنا اجتمعنا الآن لنحض الإريتريين في كافة أنحاء العالم، ولو أن يتصدقوا ولو بريال واحد أو بدينار واحد أو بدولار واحد. فإذا أنفق جميع الإريتريون في كافة أنحاء العالم ولو دولار واحد، ستجد أننا نستطيع أن نغطي ولو جزء بسيط من ما يحتاجه هؤلاء. ولا سيما أن في ضمن هؤلاء من هم دعاة ومن هم علماء يقومون بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أوساط إخوانهم. فمن لهؤلاء إلا نحن الإريتريون، نحن المسؤولون في الدرجة الأولى حتى نكفيهم يعني شر السؤال وشر العوز. فلذلك نبدأ بأنفسنا ثم نتجه لغيرنا من العالم الإسلامي الرحب بأن يمد يد العون لهؤلاء، وإن كنا نناشد وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم من هذا الوضع الأليم الذي استمر زهاء 40 سنة، والله المستعان. وإن شاء الله نستكمل بقية الحديث فيما يأتي بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ محمد عبد الله. الأخ أبو ياسر، حدثنا عن منظمة كبيري تراست وماذا تقدمون عموما وما هي رحلاتكم الخاصة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البدء أشكر قناة سلام على أن أتاحت لنا هذه الفرصة حتى يعني نحدث الناس أو يعني على الأقل يعرفوا بقضية اللاجئين الإريتريين. تسمعني؟ نعم تفضل. ثم أشكر فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف جزاه الله خير، وهي القضية الإريترية ليست ببعيدة عنه، يعني ما شاء الله هو ملم بالقضية الإريترية. وكذلك الشيخ أبو حنيفة بالأمس كانوا معنا، أو الشيخ عباس الديلمي مدير مركز المنتدى الإسلامي، طالما دائما يعني صراحة يدعمونا ويعطونا الفرص حتى نجمع التبرعات من هذا المركز. وأشكر اليوم شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد عبد الله، أسأل الله أن يرفع قدره. فبالنسبة للقضية الإريترية أو رحلتنا إلى السودان، هي طبعا تأسست الجمعية كما ذكرت بالأمس 2006-2007، فلله الحمد هناك إنجازات وهناك يعني بعض اللمسات الحمد لله يعني قامت بها جمعية كبيرة. ومن ضمن الإنجازات هي لدينا 4 مساجد هناك، وفي عندنا خلوتين، وفي بئرين كذلك، هذا في السودان. وقبل كورونا الحمد لله أخذنا تقريبا 7 حاويات، وهذه يعني تضم اللي هي مواد طبية وكذلك بطاطين، لأنه كان فترة البرد يعني. فالحمد لله هذه السنة يعني كنا هناك قبل أسبوع تقريبا، ليس في المعسكرات الإريتريين فقط، ولكن حتى يعني غطينا منطقة الخرطوم بفضل الله تعالى مع منظمة سودانية المراقي. تم توزيع تقريبا يمكن 10,000 سلة بالتعاون مع جمعية مراقي. ثم ذهبنا لأول مرة إلى دارفورد، شمال دارفورد هناك، وكذلك يعني غطينا تقريبا 350 سلة. ثم بعد ذلك انطلقنا إلى كسلة، وبداية قبل رمضان الآن وزعنا 1000 سلة، وإن شاء الله في الأيام المقبلة هذه قبل منتصف رمضان
متوقعين إن شاء الله يكون لنا أكثر من 3000 سلة بإذن الله تعالى. وهنا نحن الآن صراحة نتحدث لأنه جميع القنوات تتحدث عن القضايا السورية والعراقية، وليس تقليلا من شأنهم، لكن هي القضية الإريترية كما ذكر الشيخ أمس الشيخ عبد الحي يوسف، وكذلك اليوم الشيخ محمد عبد الله، أنه قضية منسية لا تذكر لا في القنوات الإخبارية ولا في أي قناة من القنوات ولا في السوشيال ميديا، ما في لها أي حس يعني للقضية. وإن كنا نحن من أوائل القضايا، يعني قبل أن تأتي قضية سوريا والعراق واليمن كانت القضية الإريترية، لكن الناس صراحة لم ينتبهوا لها أو لم يعني يلقوا لها بال. فالآن نحن جئنا مع زحمة القضايا الأخرى فضعنا في وسط هذه القضايا. لماذا؟ لأنه كثير من حتى الناس يسأل يقول لك إيش في ماذا يوجد هناك في إريتريا؟ ما هي المشكلة؟ يقولون أنه في سوريا في هناك حرب، في العراق هناك في مشاكل، في الصومال في قضايا يعني اللي هي عنصر يعني قضايا قبلية وهكذا، فماذا يوجد في إريتريا؟ فهذه هي. فلذلك يعني لو أقول لك أنه المشاكل الإريتريين ليست الجوع فقط، بل حتى الحيوانات المفترسة تطاردهم. يعني أنا أقول هذا، وهذا الخبر من أحد الإخوة الذي يعمل هناك، وهو أخ يعني صادق وأخ يعني نثق فيه. قال يا أخي يعني الحكومة الإريترية ليست أنها تشردهم فقط، بل أنها ترسل لهم يعني حيوانات مفترسة حتى يعني تلحق يعني تفترسهم يعني في الطريق. فلذلك يعني معاناة الإريتريين ليست يعني فقط الأكل والشرب، لكن حتى الأمن ما عندهم. مسألة الأمن عندما لا يكون هناك أمن فهذه قضية يعني مشكلة كبيرة جدا. فلذلك أنا أقول يعني يحتاج هؤلاء الإخوة إلى أن نوفر لهم يعني أقل القليل، وهي 40 جنيه استرليني، حتى يعني يجدوا ما يعني يفطرون عليه إن شاء الله. شاكرين لكم أستاذ محمد. للحديث بقية متابعينا الأفاضل، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. يعاني اللاجئون الإريتريون في مخيمات شرق السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي من التجاهل التام من المجتمع الدولي، لدرجة أن البعض لا يعلم بوجودهم وبحجم الوضع المأساوي اللا إنساني هناك من مجاعة وأمراض. ولذلك تعمل وتتواجد مؤسسة كبيري في قلب الحدث للمساهمة في مساعدة وتقديم يد العون من مواد غذائية وعلاجية لجميع اللاجئين، وبالأخص لأشدهم حاجة. وبمناسبة شهر رمضان المبارك فإننا نقوم بتقديم سلة رمضانية تكفي أسرة واحدة لمدة شهر كامل، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية. فنرجو من الجميع مد يد العون لإخواننا المنسيين عبر التبرع بالوسائل التالية: kabiratrust.org، رقم التلفون 0121 285 4009. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, today we are here in Abuja, the 26th of June 2019.
We are here to help the needy people here. As you can see, alhamdulillah, we managed to help hundreds of people with the food aid. Wallahi, brother, I'm sure that you can see how the heat is here. It's very, very hot. It's over 45 degrees. So these people, they've been here since 9 o'clock in the morning, and now is 3 o'clock in the afternoon. The reason they are here, because they want to get the food aid. If they had a food at home, they wouldn't come all the way here and stay all these hours to collect the food. Jazakumullah khair. Thank you for your donation. Kabira Trust. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون في هذه الحلقة الخاصة. أرحب بضيوفي مجددا فضيلة الشيخ محمد عبد الله. أهلا وسهلا بك فضيلته. الله يحييك، أهلا وسهلا. وأيضا الأستاذ أبو ياسر محمد موسى مدير منظمة كبيرة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. الله يحييك. دعنا نسترسل في الحديث عما كنا نتحدث عنه. ما هي الأوضاع الإنسانية بصورة عامة وما هي الاحتياجات هناك؟ والله الحالة الإنسانية يعني الواحد أحيانا يعني يصعب عليه أن يشرح الوضع الإنساني اللي هناك، والحالة يعني صعبة جدا. يعني مهما حاولت أن أسترسل أو أن أتحدث عن الوضع، فالوضع صراحة صعب جدا ومؤلم للغاية، لأنه الناس كما ذكرت أنهم لا يجدون الماء النظيف، لا يجدون الصحة. يعني يكاد يعني من القصص التي يعني صراحة يعني تبكي وتؤلم الإنسان عندما تذهب إلى أسرة وتقول لهم ماذا تحتاجون؟ يقول لك يا أخي نحن لا نحتاج شيء، نحن ننتظر الموت فقط. لماذا؟ قالوا يعني لا نستطيع حتى يتوفر، يعني عشان يوفر لدينا الدواء أو المستشفى لابد أن نذهب من المعسكر من هناك من عبودة إلى الخرطوم، يحتاج إلى 8 ساعات للذهاب إلى هناك. طيب الذهاب إلى هناك بعد ذلك المستشفى يحتاج إلى مبلغ من المال، وطبعا يحتاجوا إذا ذهبوا إلى الخرطوم يحتاجوا إلى سكن، والسكن هذا يحتاج إلى مبلغ كذلك. فالقضية يقول لك نحن يعني تعبنا خلاص ما نستطيع، الأفضل شيء أن ننتظر الموت. فتخيل أنه في بعض الأسر يعني بسبب الإحباط اللي عندهم أصبح عندهم حالة نفسية. والله في أحد الأخوات أسأل الله أن يشفيها، يعني ربطوها في بيت يعني بالسلاسل حتى لا تخرج، لأنها جنت خلاص، يعني حالة نفسية أصبح عندها. فالأوضاع تخيل أنت لما تجد مثلا أنه أنت عندك مثلا أبوك أو أمك شايف أنه عندهم مرض وأنت عاجز عن أنك تقدم لهم أي شيء، فما يعني ماذا يكون يعني وضعك يعني؟ فهذه هي الحالات. أو بالعكس أنك أنت مثلا أب وتجد ابنك مثلا يتألم ولا يجد مثلا الدواء ولا يجد الطعام، فطبيعي أنك أنت يعني حتتعب وما تستطيع. من تنادي من؟ أنا قلت لهم لبعض الإخوة والله العظيم لو أنه في مجاعة في الهند، أنا أعرف في مجاعة في كثير من دول العالم، لكن أقل القليل هؤلاء الناس يستطيعون أن يذهبوا خارج المطعم أو خلف المطعم ويجدوا على الأقل فضلات من الأكل. لكن اللاجئين الإريتريين في السودان لا يجدون حتى يعني فضلات، حتى ما في زبالة أكرمك الله، الزبالة ما في حتى يروح يبحثوا عن طعام، فضلات يعني حتى ليش اسمه هذا. لذلك يعني الوضع الإنساني صراحة مأساوي جدا ومتعب. ويعني أنا شخصيا صدقني كلما يعني أذهب وأعود إلى يعني إلى بيتي نفسيا أتعب، لأنه نجد ما شاء الله ما لذ وطاب وكل أنواع أصناف الأكل، لكن هؤلاء الناس يعني حتى يعني أبسط الأمور لا يجدونها. فلذلك المعاناة هناك صعبة صراحة، لأنه تخيل أنت لما ما يكون عندك الأكل الذي يعني مثلا هو يسد الجوع، فطبيعي إنه حيكون عندك مضاعفات في إيش في الأمراض، يعني تأتيك الأمراض. فلذلك يعني الوضع يعني صعب إنك تشرحه، ويعني ليس من رأى كمن سمع، يعني المشاهدة. نحن نقول حتى إنه في الفيديوهات لو تلاحظ إنه الصورة جميلة جدا، لأنه جودة الكاميرا شايف كيف تخلي إنه الواقع يعني يبدو إنه جميل. لكن هم هؤلاء الناس عايشين يعني في بيوت، وإن كانت أنا لا أسميها بيت يعني صراحة، لكن إذا جاء ريح شديد أو مطر
فالبيت يعني لن يكون لديهم بيت يعني. فهذه هي المعاناة والمأساة اللي هم يعيشونها يعني. شاكر لكم. طيب الشيخ محمد، ماذا عن مساعدة إخواننا اللاجئين الإريتريين خصوصا مع تباشير هذا الشهر الفضيل؟ أولا أنا أطلب من المهندس يحيى أنه أثناء حديثنا عن اللاجئين الإريتريين يأتي بهذه الصور المصاحبة بدون ما يكون فيها خلفية صوتية، لأن حقيقة الواقع مؤلم جدا. نعم. يعني واقع يعني يندى له الجبين، وأنا أقول عار علينا أن نشاهد مثل هذه المشاهد ويكون واقعنا فقط الفرجة دون أن نحرك ساكنا. حديث قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا له قصة. في يوم من الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده دخل عليه قوم من النميريين ووصفوهم بأنهم مجتابي النمار، وضعهم متهالك، ثيابهم مقطعة ووجوههم شاحبة وأجسادهم نحيلة بسبب الجوع وبسبب الفاقة. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه، والصحابة يقولون إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم نعرف ذلك في وجهه. ثم دخل عليه الصلاة والسلام وخرج، ففهموا، شوف الصحابة من غير أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام فهموا أنه يريد من الصحابة أن يغطوا هؤلاء. فخرج الصحابة رضي الله عنهم كلهم إلى بيته، فأتى كل واحد منهم بما يستطيع. فأتى رجل بصرة فيها مال، وأتى آخر بلباس، وأتى آخر بطعام، فأصبحت أكوام من النقود وأكوام من الملابس وأكوام من الطعام وأكوام، هكذا أكوام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا المنظر أشرق وجهه عليه الصلاة والسلام رضا بما صنع الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهكذا. فلذلك أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه لهذا المشهد الأليم، وهم يعني قلة قليلة من هؤلاء القوم، فما بالك بشعب يعني عدده كبير يعني يرزح في هذه الأماكن لفترات طويلة وبهذه المشاهد المؤلمة. يعني يعيشون في بيوت لا تأويهم لا من الحر ولا تأويهم من القر ولا تقيهم من الأمطار. فبالتالي هؤلاء مسؤوليتهم علينا نحن، ولا ينبغي لنا أن نرمي مسؤولية هؤلاء إلى غيرنا من المنظمات وغيرها. نحن هؤلاء إخواننا ومن لحمنا ومن دمنا، لا ينبغي لنا أن نتنصل عن هذه المسؤولية، لأن التنصل من هذه المسؤولية إذا كنا نحن كإريتريين نتنصل عن هذه المسؤولية فمن باب أولى غيرنا. ولذلك يعني من لطف الله عز وجل أن الله جل وعلا قيض لنا هذه المنظمات، منظمة كبيري ومنظمة إيثار وغيرها من وكافل وغيرها من المنظمات. هذه المنظمات هي أيدينا لإيصال معوناتنا ومساعداتنا لهؤلاء. لا أقول فقط في شهر رمضان، لا، بل ينبغي أن يكون هناك بل أنا أريد أن أوجه سؤال للأخ أبو ياسر: كيف يمكن أن نصل بهؤلاء إلى بر الأمان؟ يعني أنا أذكر الشيخ برهان نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية كان يتحدث عن دور إيواء، إنشاء دور إيواء في هذه المناطق، يعني على أقل تقدير يعني يكون عندهم بيت يؤويهم من الحر ويقيهم من الأمطار. فأنا أقول ينبغي أن يكون، لا يعني أنا أكبر عملكم يا أبو ياسر، ولكن لا ينبغي أن يترك هؤلاء إلا للمواسم فقط. يعني المواسم هي تتكرر كل سنة مرة أو مرتين، ولكن هؤلاء معاناتهم ليست موسمية، هذه معاناة مستمرة. فينبغي لنا أن نوجد حلا جذريا لكي نخلص هؤلاء من هذه المصيبة التي وقعوا فيها. وهؤلاء الآن في هذه المصيبة، وربما نسأل الله العفو والعافية، ربما نكون نحن غدا في مثل هذه الأمور.
نحن لا ما حد يستطيع يأمن على نفسه أنه ممكن. هؤلاء قبل أن يصلوا إلى هذه الدرجة كانوا في وضع آمن وكانوا في وضع مطمئن، ولكن بعد فترة وجدوا أنفسهم يرزحون تحت ذل اللجوء. فبالتالي نحن كإريتريين أولا أصالة، ثم بقية المسلمين عامة، ينبغي لنا أن نوجد لهؤلاء حلا جذريا نخرجهم من هذه المصيبة التي وقعوا فيها. لأنه إذا كان الوضع سيستمر بهذه الصورة، أنت لا تتحدث عن الجيل الذي بدأ. الجيل الذي بدأ انقرض منه عدد، ثم الجيل الذي بعده، ثم الجيل اللي الآن شوف هؤلاء الأطفال. يعني تخيل هذا الطفل أو هذه الطفلة سيعيشون إلى أن يصلوا إلى أنهم يكون مثل آبائهم وأجدادهم في مثل هذه المصيبة. انظر إلى هذه الطفولة. هؤلاء ما ذنب هؤلاء؟ لا ينبغي لنا أن نسكت عن هذا. يعني ينبغي أن نوجد حلولا يعني تخرجهم من هذا يعني تماما، حتى نتخلص من مثل هذه الوضعيات. أما أن نبقى نحن دائما تصدقوا يا إخوان، تصدقوا، كل واحد يتصدق بفضلة ماله، إلى أن يأكلوا شهر شهرين ثم يعودون إلى نفس الحال. لا ينبغي لنا أن نكون بهذه الحال. ولذلك أنا أنادي من هنا جميع من عندهم إمكانية أن يساهموا في إنشاء، يعني أنا سأبدأ إن شاء الله بمشروع دور الإيواء في هذه المناطق إن شاء الله. شركتنا ستبدأ في مثل هذا الأمر. يعني ينبغي على جميع الإريتريين أن يساهموا في إنشاء دور إيواء، قرى يسمونها قرى يعني يسمونها دور إيواء، تكون قرى، القرية الواحدة تكون من 40 بيت 50 بيت، فيها مسجد وفيها مدرسة وفيها يعني بعض الأشياء التي يحتاجونها على الأقل إلى فترة ما، إلى حد أن يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. وأنا أشد على يديك يا أبا ياسر، اسعى وراء هذا المشروع، فهو مشروع مبارك. يعني هذه المشاريع يعني قد جربت في بعض المناطق ونجحت، وستنجح إن شاء الله عندنا، نسأل الله العفو والعافية. أنا أريد أن أسأل إضافة إلى هذا السؤال، هل هناك خطة استراتيجية لإخراج هؤلاء من هذه الإشكالية؟ السؤال الثاني، كم عدد اللي موجودين في هذه المناطق، مناطق اللاجئين؟ والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعنا نبدأ بسؤال الشيخ عن الخطة الاستراتيجية أو الخطط المستقبلية على المدى القريب والبعيد. طيب، طبعا هؤلاء اللاجئون هم أصلا جاءوا إلى هذه المنطقة لفترة مؤقتة. مجيئهم ليس على كي يستقروا هناك، يعني هم وجدوا النظام هناك في إريتريا إنه السبل كلها أغلقت، لا دراسة ولا علاج كما تعلمون، يعني أو كل الإريتريين، يعني إذا ما كان خلينا نقول معظمهم إذا ما كان كلهم. فلذلك يعني وجدوا إنه الطريق الوحيد للخروج أو الهروب من هذه المنطقة هي منطقة السودان. فجاءوا إلى هناك فوجدوا أنفسهم كما ذكر الشيخ بعد أن كانوا في بيوتهم يعني ليس آمنين، لكن كان في عندهم بيوت تأويهم، وجدوا أنفسهم في صحراء. وهنا طبعا هم عندهم يعني هناك قيود، فأنت لابد أنك تنتظر في هذه المنطقة لكي يعني يخرجوك من هذه المنطقة إلى المتوقع. أنه طبعا الناس اللاجئين معناها أنه UN مسجلين تحت UN، والUN هي سوف يعني عندما يأتي نصيبهم يذهبون إلى أوروبا. لكن كما ذكر الشيخ هناك من الناس من لهم 40 سنة 50 سنة، يعني تخيل جاءوا إلى هناك وهم أطفال، تزوجوا وأصبحوا يعني أجداد، عندهم أحفاد هناك الآن. فلذلك يعني حتى يعني لا يستطيعون، يعني حتى ذهابهم إلى العاصمة أو إلى كسلة لابد أن يكون مؤقت وبتصريح، ويعودوا إلى هذه في تلك المنطقة اللي هي الصحراوية أو كما يسمونها المعسكرات. فلذلك يعني حتى لو جئت لهم باستراتيجية يقول نحن ننتظر، ولا يريدون أن يخرجوا إلى الخرطوم، لأنه هناك خطر عليهم، لأنه يعتبروا في الخرطوم غير رسميين، هم المفروض تواجدهم يكون في المعسكرات. فهذه هي الإشكالية الموجودة لدى اللاجئين الإريتريين هناك يعني. طيب كم تعدادهم يا أبو؟ تعدادهم يختلف يعني من لأنه هناك تقريبا 9 معسكرات. نعم. ففي كل معسكر يختلف، يعني مثلا في معسكر شقرات مثلا مؤخرا قالوا 90,000 إريتري في المعسكر هذا، من أصعب المعسكرات يعني في شقرات. هذا شفت كيف؟ في عبودة عندك تقريبا يمكن 3000 أسرة.
في ود شريفي يعني بعد شقراب يعتبر ود شريفي هو يعني أكبر عدد من اللاجئين هناك، فيختلف من منطقة إلى منطقة. يعني تقريبا التسع المعسكرات هذه توصل لها مليون مثلا؟ يمكن شوي أقل، مع الموجودين اللي في كسرة يقولوا مليون. لا حول ولا قوة. اللي في كسرة طبعا ما يعتبروا لاجئين، في منهم من أخذ الجنسية وفي منهم يعني من هو يعني بإقامة يعني عنده أي إشكالية. لكن المشكلة هي أنه عندهم الفقر، في هناك كبار السن وما في عندهم من يأويهم، يعني ليس لديهم أبناء، فلذلك نحن هناك يعني نذهب ونساعد كبار السن والأرامل. شفت كيف؟ طيب. فأي نعم تفضل. ما هي المناطق تحديدا التي قمتم بزيارتها؟ نحن في زيارتنا الأخيرة نحن ذهبنا إلى معسكر عبودة، وهذا هو دائما نحن نركز على هذا المعسكر، بحيث أنه في جمعيات أخرى مثل إيثار وكافل يغطون يعني مناطق أخرى، فنحن نركز في هذا المنطقة. فوزعنا الحمد لله هناك يعني 500 سلة رمضانية ل 500 أسرة، وهذا تكفيهم لمدة الشهر، وإن شاء الله يعني بعد أسبوع بإذن الله تعالى متوقعين كذلك يعني ممكن 500 سلة كذلك. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى شقراب، وهناك وزعنا زكاة مال ل 200 أسرة، يعني كل أسرة أخذت زكاة مال يعني ما يعادل تقريبا يمكن $50. طبعا هذه هي تخفيفا فقط، يعني كما ذكر الشيخ لا تكفي يعني لمدة الشهر، لكن على الأقل تكون لهم زي ما يقولوا إيش يعني رفعة معنوية. هم أصلا يعني ما شاء الله عليهم عندهم إنه الواحد إنه جاء زارهم من الغرب أو من الخليج، هذه بالنسبة لهم يعني تعني الكثير، يعني أنه هناك من الناس من يعني يتذكروهم ويعني يعرفوا قضيتهم يعني. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى ود شريفي، وكان عندنا هناك 500 سلة كذلك، وكان عندنا برضو توزيع زكاة مال في ود شريفي. فتوزيع زكاة مال كان تقريبا ل 150 أسرة زكاة مال. ثم ذهبنا إلى منطقة اسمها كتت فلس، يعني قرية هناك في كسلة، تبعد تقريبا ساعة من كسلة. ذهبنا هناك حتى يعني نشرف على البئر، لأنه نحن من طبعنا في جمعية كبيرة لو حفرنا بئر لابد أن نزور هذا البئر كل 2 أو 3 حتى نتأكد من أنه البئر هو يعمل، ليس أنه بس أنه نحفر البئر وخلاص، لأنه بعض الأحيان يكون الآبار محفورة وبعد كده ممكن ما تتعطل. ف يعني من الأمانة أنه نحن لابد أنه إيش أنه نحن نشرف عليها، وإذا تعطلت حتى إيش يتم صيانتها يعني. لذلك أنا بالأمس ذكرت أنه زرنا هناك البئر اللي نحن حفرناه الحمد لله يعني ما زال شغال، لكن هناك بئر آخر يعني تعطل، وهذا ليس تابع لنا، جهة ثانية، لكن الإخوة هناك قالوا لو تستطيعوا أن تعملوا لنا صيانة. تمام. شكرا لك أستاذ أبو ياسر. للحديث بقية أيضا متابعينا الأفاضل، ولكن بعد فاصل قصير. يعاني اللاجئون الإريتريون في مخيمات شرق السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي من التجاهل التام من المجتمع الدولي، لدرجة أن البعض لا يعلم بوجودهم وبحجم الوضع المأساوي اللا إنساني هناك من مجاعة وأمراض. ولذلك تعمل وتتواجد مؤسسة كبيري في قلب الحدث للمساهمة في مساعدة وتقديم يد العون من مواد غذائية وعلاجية لجميع اللاجئين، وبالأخص لأشدهم حاجة. وبمناسبة شهر رمضان المبارك فإننا نقوم بتقديم سلة رمضانية تكفي أسرة واحدة لمدة شهر كامل، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية. فنرجو من الجميع مد يد العون لإخواننا المنسيين عبر التبرع بالوسائل التالية: kabiratrust.org، رقم التلفون 0121 285 4009. عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير متابعينا الأفاضل في كل مكان. طيب أستاذ أبو ياسر، إذا سأل المتبرع أين تذهب أموالي؟ أموالك تذهب إلى المستحقين وإلى الناس اللي هم ذو أكثر حوجة، وهم اللاجئين الإريتريين في شرق السودان. ليس لهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا نحن إخوانهم الإريتريين،
وإخوانهم المسلمين كذلك. لذلك يعني أموالك بإذن الله تعالى تصل إليهم. وإذا أحببت أن تزور هذه المناطق معنا نرحب بأي شخص يعني يريد أن يذهب معنا إلى تلك المناطق ويشرف على العمل على الرحب والسعد. بل نحن نحث الناس على أن يذهبوا معنا حتى يروا الواقع الأليم من أرض الحدث يعني هناك يعني. ممتاز. السؤال بصيغة أخرى، ما هي الخدمات المقدمة منكم؟ الخدمات المقدمة يعني تقصد أنه ما هي الوجبة التي تقدم لهم هذه أو الأموال لما تأتي نعم. كيف توظفونها لخدمة هؤلاء؟ نحن طبعا يتم شراء المواد الغذائية اللي هي 25 كيلو دقيق، 10 كيلو سكر، شايف كيف، وعدس، وكذلك الرز. احتياجاتهم اللي هي 5 مواد فقط يعني أساسية. وليس يعني ما فيها قهوة ولا فيها شاهي، يعني في أشياء كثيرة تنقص، لكن هذه هي يعني على الأقل تسد الجوع يعني. نعم. طيب، شكرا لكم. العفو. شيخ محمد، هل ما يدفعه المتبرع يعتبر صدقة؟ هو طبعا المسلم يعني نفقته إما أن تكون واجبة وإما أن تكون نافلة. الواجبة وهي الزكاة، زكاة المال أيا كان هذا المال، فهذه واجبة. وأبو ياسر بيّن لنا أنهم يوزعون الزكاة على إخواننا المتضررين في هذه المناطق. وأيضا هناك نافلة وهي النفقة العامة، الصدقة العامة التي حث عليها الشرع والتي حض عليها الشرع حتى نكون لبعضنا البعض عونا ونصرة. فبالتالي الصدقة هي بهذه الصورة التي ذكرناها. اسمحوا لي أن أتحدث بالتقرينيا. كبرات أحواتن إحنا كان مجمتا بتأشمو بقانقو عربي نحن الزارب سنحنا قن كردو زي كألز قداي زي العلنا يدلنا بزعبانا يتم أحواتنا أب سدت كل خد ما سدت دلنا إحنا مالتها يكونن سدت أب سودان دلو أب إثيوبيا دلو أب جيبوتي أب يمن دلو أب جول تسنديهم زحيلهم حجي أب سئلتات كتري وات أن يحكم إذا سبات زياتهم أحواتنا إم. طبعا أبيخ نزارب كلنا أسلامي كستاينا أين بلينينا حجون كزارب نسأنيحو كبر حونا أبو ياسر كلهم أحواتنا إم كستان كوينهم أسلام كوينهم كلهم أبشجريم دلو نخلو تحجز متقدما نكلهم يزخون. سلازي نحن أنت أنا نقول لنا إذا سبات زياتهم أبز قداي دلو اتصدقتنا هنا اتزكاتنا هنا بالزكال نأخونا له بزعبنا زكاة الفطر كمان يهلو مخوني ناوتن سدون زحاشن زبلتاني وقال لكم بإرهاب تصدقكم قال لكم بكافر قال لكم بإيثار تصدقكم هو تصبو كل هنا ناوخن كندفي لنا خنك على سنة منتاي تشجر أودلو أبكالي إلن نحنا أب كتمات دلنا هو قال لنا شجر اللهم جن كم تشجر ساتهم زلوا أيقونن الساتهم أبغى الجول يوم تسنديهم دلوا اندحر نجوه بليعم كتري أي بلعون كتري تبليعم مشت أي بلعون اندحر ورحي مقبر رخيبهم ورحن كنت ورحن ما درجة أي رخبونيهم زوم سبات زياتهم حلافنتهم نابنايو عندي حلافنتنا زوم سبات زياتهم نابنايو دحراي نو كل حفاش سواء أسلام يكون ولا دي أسلام يكونوا زي حلافنتنا هناي نحنا انتاي بمنتاي مخنياتهم أبزت سنديهم دلوا لنا بوتاتاي نزاربنينا نحنا زربانا دلو زم سبات زياتهم حجي أبشجر سلو زلوا كنا جلاجلهم كنا عنقلهم يلنا خنك على سالنا سؤلنا لقينا طرح رأسنا نقنق ندابلنا طرح خوني يقولون نقنق قابلنا رأسنا جبانا ما غرغر قابلنا دماني أو تينا زم سبات زياتهم أب دبلت أنا أبزحاشن قداك بصحو كم دلوا أزي كالرقاقد يفتو مالتي إبلكم بارك الله فيكم. شاكر لكم الشيخ محمد عبد الله. أستاذ أبو ياسر كلمة ختامية للمتابعين. في الختام طبعا أنا أقول يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية
وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يعيننا على مساعدة إخواننا اللاجئين الإريتريين في شرق السودان وإثيوبيا واليمن وأينما وجدوا. لأنه أحيانا يكون هناك يعني قبل سنتين اتصلوا علينا إخوة من إندونيسيا إريتريين، قالوا يا أخي نحن جئنا إلى هنا لكن وجدنا الواقع يعني غير اللي صور لنا. ففي تلك الفترة الحمد لله ساعدنا هؤلاء الإخوة في رمضان، وكانت صراحة عونا لهم، ويعني الحمد لله رفع لمعنوياتهم. وكذلك ساعدنا في مناطق أخرى، لكن لا نستطيع أن نذكر اسم الدولة لأسباب نذكرها إن شاء الله فيما بعد، لكن ساعدنا أكثر من دول أخرى غير إريتريا، عفوا جيبوتي والسودان وإثيوبيا. كذلك إريتريا ساعدنا في إريتريا الحمد لله في الأضاحي وفي رمضان بداخل إريتريا، لكن طبعا كما تعلمون لا نستطيع أن يعني نأخذ صور وفيديوهات في الداخل، لأنه أمنيا برضو للناس اللي هناك يعني ما يستطيعون أن يأخذوا الصور، لكن الحمد لله يعني هذا فضل الله علينا. فأتمنى من كل من يشاهد هذه القناة المباركة أن يساهم بقدر ما يستطيع. كذلك نحن إن شاء الله سوف يعني نقوم بدعم لإخواننا الدعاة الإريتريين، من أراد أن يتبرع كذلك ب100 جنيه عفوا $100 لداعية إريتري، فهذه برضو من المساهمات التي يعني إن شاء الله سوف نساهم فيها. فنتمنى من الإخوة أن يساعدونا، وكل عام وأنتم بخير. جزاكم الله خير. قناة سلام وعلى رأسهم الشيخ برهان حفظه الله وأمده بالصحة والعافية. جزاك الله خير. هل هناك على عجالة خطة توسعية لتغطية كافة المناطق التي يوجد بها إريتريين؟ تغطية توسعية لكافة المناطق اللي هناك، يعني نتوقع أنه نحتاج 10 من الجمعيات أخرى، جمعيات كبيرة لا تستطيع أن تغطي ولا الجمعيات الأخرى، نحتاج إلى عشرات من الجمعيات حتى تغطي هذه المناطق، لأنه نحن لا نتكلم على رمضان فقط، نحن نتكلم على يعني عام كامل. فيعني أكون صريح معك، نحتاج إلى جمعيات وأهل الخير كذلك والتجار أن يتعاونوا معنا في هذا العمل الخير. شكرا لكم. رسالتكم الشيخ محمد عبد الله. ختام هذه الجلسة المباركة، أولا أشكر منظمة كبيري وعلى رأسها مديرها الباسل الأستاذ أبو ياسر، ثم أناشد جميع الإريتريين في كافة أنحاء العالم ألا ينسوا إخوانهم هؤلاء مهما يعني. الآن طبعا أوجه الصدقات متعددة، هؤلاء يطلبون وهؤلاء يطلبون وهؤلاء يطلبون، لكن إذا نظرت في كل هذه ستجد أن من هم في أمس الحاجة هم هؤلاء. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني مهما بذلت لا تخشى أن الله عز وجل سيقلل من مالك، بل كلما أنفقنا كلما بارك الله في أموالنا وأخلف الله علينا. فبالتالي ينبغي لنا أن نبادر ليس فقط في هذا الوقت بل على مدار عام كامل. وأنا أقترح على الإخوة ربما هذه الأفكار عندهم أن يكون هناك نظام كفالات أسر وكفالات أفراد، حتى يعني يكون عون لهؤلاء على مدار سنة كاملة. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرهم ويفرج همهم وينفس كربهم، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين، اللهم عجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم عبيدك بنو عبيدك، اللهم أنت أولى بهم وأنت أرحم بهم، فاللهم عجل بفرجهم ورحمتهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم آمين. أستاذ أبو ياسر. طبعا الحمد لله بفضل الله علينا، يعني طبعا جئنا إلى تركيا، وفي تركيا كان لنا يعني لابد أن يكون لنا بصمة هنا بعد الزلزال الذي حدث هنا في تركيا. فقبل يومين كنا في غازي عنتاب حتى نزور منطقة إصلاحية التي من ضمن المدن التي أثر عليها أو كان فيها الزلزال. فالحمد لله وزعنا 140 سلة غذائية
للناس اللي تضرروا بالزلزال، وكذلك تم توزيع زكاة مال ل 27 أسرة في غازي عنتاب نفسها. لكن من الذي لمسه سبحان الله الأمن والأمان، هذه من الأشياء سبحان الله الضرورية. هناك في إصلاحية وجدنا بعض الأسر، وجدنا يعني امرأة عجوزة يعني تجلس في مخيم، فقلنا لها أين بيتك؟ نحن توقعنا أن بيتها يعني دمره الزلزال. قالت بيتي هناك لكن لا أستطيع أن أسكن هناك. لماذا؟ قالت أخاف لأنه الزلزال في أي لحظة قد يأتي. فطبعا لما يطيح عليهم المبنى يعني أصعب من أنه في الخيمة يكون المسألة أسهل هم في رأيهم. فسبحان الله يعني هذه الحمد لله بفضل الله علينا أنه كانت لنا يعني هذا العمل في هذا الشهر، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا وجزاكم الله خير. شاكرين لكم هذا الجهود الأستاذ محمد موسى مدير منظمة كبيرة ترست. الله يجزيك خير، الله يبارك. شكر موصول لكم شيخنا الفاضل على هذا الحضور. جزاك الله. الإخوة المشاهدون، التواصل مع جمعية كبيرة ترست على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. إن القلب ليأسى، وإن العين لتدمع، وإن الفؤاد لينفطر لمشاهدة مثل هذه المشاهد لإخوان نتشارك وإياهم نفس الدم ونفس العرق، ونحن في رغد من العيش وسعة، والحمد لله. نسأل الله أن يكون في عونهم وأن يمدهم بنصره. وكأني بقول الشاعر: لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه. للحديث بقية متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، كونوا على مقربة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.